السلام عليكم، ان شاء الله قاعد تكونوا غايه. اليوم جيتكم بحاجه حلوه، سلطان الميدة، المقاروط الجزائري، مقاروط العسل البنين بزاف. شوفوا قروطي وحده حوحو يشكر روحو على بالي. مي المقروط تاعي اي واحد دق عندنا في المناسبات نحضرها دائما يعجبهم ويقولوا لي عطينا دائما السر. غادي نعطيكم السر في هذه الوصفه، ولا راه دايقه عندي كتب لي في التعليقات. غادي نعطيكم المقادير تاع كيلو اللي يخرج لكم 25 حبه حتى 30 حبه على حساب حجم المقروط اللي غادي ديروه. كيما انا هذا المقروط تاع مناسبه كبرت الحبه. تراو كيف اخترت المقروط يجي بزاف واخترت يجي شويه، تما اخترت تخلق البركه على حساب هذاك الشخص. هذه هي. نبديو في المقادير تاع كيلو. قلنا مغرف كبيره تاع فرينه، مغرف كبيره تاع سكر، مغرف كبيره تاع مايزينا، مغرف صغيره نتاع القرفه، ومغرف صغيره تاع الملح. راني خليتهم لكم مكتوبين باش سا ديبون اللي يبغي يدير كابتور. وهاد الوصفه تاعي انا سبيسيال، سيد شعر من وصفه وانا ديكوفريت صوالح. نقول لكم حاجه راكم تعرفوها بالك. القرفه اذا كان المقروط تاعكم غادي يطول ما تديروش فيه القرفه. بون هذا هو السميد مكتوب فيه خشم سوا متوسط. في الكيلو غادي نديرو كيلو نتاع الدهان يعني 250 غرام، ونزيدو عليها شويه نتاع الزيت. سي بون حتى ماشي تفيض بزاف باسكو كنت عاود تكثروا الزيت يتفتت لكم في المقله. حوالي نصف فنجان تاع لاتاي هذا ما كان. نخلط مليح. بون هنا تبسسوا مليح كيما ناس زمان، تبسسوه مليح كل واحد وكيفاش يمد لكم لاستيوس. كاين اللي يقول لكم كاع ما يباتش، انا دائما المقروط كيما نديرها نخليه يبات. دايره هذيك النيه فيه كيبات يجيني بن. هنا راني نحله مليح ودائما نقولوا بسم الله. نزيدكم حاجه انا دائما نديرها كي نكون نطيب، اني نقرا سوره الفاتحه. سبحان الله يقول لك الاكل يجي فيه البركه وايضا يجي بنين بزاف. سبحانك يلا انا دائما دايره هاد النيه. يقول لك انما الاعمال بالنيات. راني نبسس كيما راكم تشوفوا مليح ندخل هذيك الزبده مع السميد مع النواشف. بون كيما راكم تشوفوا من موراها غادي نروح نوجد التمر تاعي. الحشو بالتمر هذا المقروط درت شويه او كميه نتاع التمر. انا درت التمر اللي يتباع من برا، درت فيه ملعقه كبيره نتاع الزبده. التمر بعد ما فورته فوالا. ملعقه صغيره نتاع القرفه، درت فيه كمشه يعني شويه نتاع الججلان، وكميه تاني صغيره تاع الكاوكاو. حنا التمر تاعنا هذا هو تاع الغرب. عفوا المقروط تاعنا بالتمر نبغيوه. ونزيد حنايا في الدار ماما تقول لي نزيدو فيه شويه تاع كاوكاو وشويه تاع الجلجلان باش يمد هذاك الكوش الشباب. وشوفوا الكاوكاو متطحنوش مليح، ديروه شويه مقرمش. هنا زدت حوالي ملعقه او ملعقتين من الزيت يعني على حسب كميه التمر. وكيما راكم تشوفوا راني ندخل هذاك الكاوكاو والقرفه السارات فيما بعضياتهم ونعجنهم حتى نحس باللي العجينه تاعي تاع التمر والمكسرات راها طريه. هنا السميد تاعي بعد ما بات هنا الغدوه عليه. قسمت انا الكميه درتها على زوج باش نبسسها كيما راكم تشوفوا باش نحل هذاك السميد يعني نبسه مليح وما نخليش هادوك يعني الحبيبات. هنا حكمت نص كاس طعم زهر وغادي نزيد له نص كاس نتاع الماء. وشوفوا انا في الاول ما كنتش درت القرفه نسيتها، تما هنايا حللت القرفه في الماء مليح. نتوما لا درتوا البودره ما كان لها ديروا هذه ولا ما درتوش ديروها. هنا راني نفخ في السميد تاع المقروط تاعي. شوفوا الهدف انكم باش تكبوا الماء ضربه واحده، ديروا غير بشويه كونتيتي هكا بالكونتيتي تاع الماء حتى تحسوا انه العجينه تاعكم كي ديروها هكا بيدكم يعني ترفدوها تتحصلوا على كره يعني عجينه متماسكه تقدروا تشكلوها كيما تبغيو. راني نلم غير بالعقل ولكن راكم ترماركيو راني نزيد الماء غير بشويه يعني كيما راكم تشوفوا فوالا. هيا فوالا هنا حكمت كميه صغيره. شوفوا كاين سميد الا استعملتو مولا يعني خدموه تمتم، لا استعملتو سميد واحد اخر خلوه شويه يريح بعد 10 دقائق لاش تنشف زيدوا له الماء والمازال سي بون.
هنا كما راكم تشوفوا درت بودان هكا طويل وراني نبسط فيه، وغادي نحل هكا في الوسط غير بصباعي، وغادي نكون ديجا شكلت التمر تاعي كما راكم تشوفوا هكا. شوفوا كي يجي شباب، ودو كميه تاع التمر لا باس بها، ماشي تاني بزاف ولا ما ديروش تاني غير شويه حتى تقعدوا تاكلوا غير في السميد. ديو بودان لا باس به كما راكم تشوفوا الطريقه. نعاودوا نبلعوا عليه، تقعدوا تبلعوا غير بشويه، تدوا قد من تحت قد من الفوق، يعني مشي من تحت زعما تكتروا السميد، ومن الفوق تدوا غير شويه. شوفوا انا في هذا الفيديو نهضر مع المبتدئات باسكو بزاف ناس زعما ما شاء الله عليهم جزائريات ككل او العربيات، يعني ما شاء الله عليهم، يعني يعرفوا يخدموا لي غاطو الطياب وكاع. انا كي نكون نهضر بالتفصيل للمبتدئات، احيانا حاجه نعرف باللي ما كان لهم فصل فيها، يعني اغلب يعرفوها. هذه هي. بعد ما بلعت البودان تاعي كيما راكم تشوفوا، راني كشغل باش يروحوا له كاع هذوك لي تخاص، راني نحلل فيه او راني نفوت فيه على لو بلان دو طرافاي تاعي باش ما تبقى فيه حتى تخاص، يعني يجيني صافي. حكمت هادو تاع المقروط، عندي بزاف تاع الاشكال لكن انا يعجبني هاد الشكل الاخضر جاي موين، والشكل القديم هذاك الاورانج تاع بكري يجي صغير. انا توجور نشكل بيهم. شوفوا انايا كي الحبه تجيني كبيره بزاف نقص هذوك الجوانب، من بعد نستيكيهم بالخدمي. كاين ما يبغاش يقصهم بصح المقروط يجي كبير بزاف ويجي يقهم، ثم راني نعطيكم الطريقه تاعي وانتم لكم الاختيار. دونك نكمل بنفس الطريقه، نشكل المقروط تاعي، ديروا الشكل اللي بغيتوه. كما انا هنا درتها شكل متوسط. هنا حكمت زيت، شوفوا الزيت تكتروا يعني حتى يتغطى لكم المقروط. حكمت كوكوطه قديمه، حاجه يعني عندكم في الدار، انا قليت في كوكوطه صغيره درت فيها كميه لا باس فيها من الزيت، وغادي نبدا نقلي حبات المقروط اللي شكلتهم في البدايه كاع. فوالا هنا الزيت يكون حامي على نار متوسطه، ما تكونش قليله حتى المقروط يتشرب لكم الزيت، وما تكونش تاني قويه حتى المقروط ينحرق لكم من برا ويقعد لكم خضر من الداخل. كما راكم تشوفوا راني نقلي، ندير 5 حبات 6 يعني في لاكوكوط على حساب الحجم. فوالا كما راكم تشوفوا ياخذ هذا الشكل الذهبي. كل واحد واش يبغي، انا نبغيه بهذا اللون، اصلا كي يزيد يتعسل تحسوه زاد ولا فونسي. نديروه بعد ما نقطروه مباشره في العسل باش يشرب، نديرو له التعسيله الاولى، عاود كي يكثر نعاودو نزيدو له التعسيله الثانيه، وانا كي نجي نقدمها نزيد له حتى التعسيله الثالثه، لانه نسموه مقاروط العسل، يعني معمر عسل. شوفوا الروح يتفتت جابنين بالبزاف. جربوه هاد الوصفه ما غاديش تندموا عليها اكيد. هنايا بعد ما شرب لي مليح غادي نزيد له التعسيله الثانيه. الثالثه قلت لكم كي نبغي نقدمه ولا نبغي يعني نشربوه بقهوه حليب او نحطوه للضيوف الى غير ذلك، يجي مشرب للقلب، يجي الروحه يتفتت. ايضا حضرتها نهار لاسوتونس تاعي عجبهم بالبزاف. اتمنى انكم تجربوه للاعياد الحفلات والمناسبات وينال اعجابكم ان شاء الله. دائما نقول لكم مرحبا بكم في لاشين تاعي، تشرفوني دائما بالجيم والابوني باش نقدم لكم المزيد. مع السلامه، نخليكم مع باقي لا فيديو.